كان طبيب يفحص نظر الفتاة وفجأة ضغط على زر فسلط شعاعان من الضوء على عينيها، ولدهشته تدفق سائل يشبه الدموع عبر أنبوب إلى قارورة. بمجرد جمع كمية كافية أطفأ الجهاز وأبعده بهدوء، بينما بدت الفتاة غافلة تماما عما حدث. بعد مغادرته استخدم الطبيب قشة لجمع الدموع وقطرها بسرعة في عينيه. رأى شظايا من ماضي الفتاة. كان الطبيب يعاني من اضطراب نفسي لاستخدامه هذه الطريقة المتطورة للتطفل على خصوصية الآخرين. بعد أن شعر برضا طبع ملصقا ووضعه بعناية في خزانة عرض كان قد جمعها منذ فترة طويلة. ثم دخلت مريضة أخرى للفحص. لاحظ الطبيب الكدمات على وجهها. بدافع القلق سألها عما حدث. ادعت المرأة أنها سقطت، لكن الطبيب لم يصدق عذرها. لكشف الحقيقة أعاد تشغيل الجهاز. بعد ذلك جمعت الدموع ووضعت في زجاجة. سارع الطبيب بتقطير الدموع في عينيه ليكتشف أن المرأة تتألم بالفعل. أغضب هذا الموقف الطبيب، فاتصل بصديق المرأة. كان قد سمع أنه يعاني من صعوبات في القراءة، فعرض عليه فحصا سريعا مجانيا فوافق. ثم جمع الطبيب عينات من الدموع المروعة وخلطها مستعدا لتلقين الرجل درسا. وصل. لا تهرب، الله يراك. اكتب يا الله وانشر القرآن. إذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا. الرجل إلى المستشفى، فتظاهر الطبيب بإجراء تشخيص ثم دفع الجهاز نحوه. ولكن عندما استقر رأس الرجل سأله الطبيب فجأة: هل ما زلت تحب زوجتك؟ أربك السؤال الرجل. قبل أن يسأل الطبيب عن الدخان الذي ينبعث في عينيه تشنج الرجل عدة مرات وفقد وعيه. بعد ذلك ظهرت صور مزعجة أمام عينيه فتقيأ على الفور. أدرك الطبيب من خلال هذا أن الرجل هو العقل المدبر لكل شيء. شعر الطبيب بالانتصار بعد أن لقن الرجل درسا وكان يستمتع بذكريات المرأة. هجمه الرجل فجأة. استيقظ الطبيب ليكتشف أن الرجل كشف سره، بل إنه بدأ بتحضير قطرات العين بنفسه. توسل الطبيب المذعور طلبا للرحمة.